تخيل إنك بصيت للسما يوم بالليل، متوقع تلاقي نجوم وقمر. لقيت حاجة تانية خالص. لقيت شركة خاصة اسمها سبيس إكس ماسكة السما بإيدها وأسنانها، واللي وراها إيلون ماسك، الراجل اللي بدأ على وش الإفلاس وبقى دلوقتي المقاول المفضل للحكومة الأمريكية ومسيطر على 80% من السوق الفضائي. القصة بدأت لما الصين فجأة سرعت في سباق الفضاء. أمريكا اتخضت، قالت الناس دي بكرة يراقبونا، يعطلوا أقمارنا، يقطعوا اتصالاتنا. فأسسوا وكالة جديدة اسمها SDA تبني شبكة أقمار صناعية عسكرية عملاقة. بس مين نفذ أهم أجزائها؟ أيوة، سبيس إكس. الموضوع ما جاش بالسهل. ماسك بدأ بصاروخ فالكون 1، أول 3 إطلاقات فشلوا فشل مدوي والشركة على وشك الإفلاس. المرة الرابعة نجحت، ومن هنا قلب الترابيزة. ماسك قال ليه نرمي الصاروخ بعد الإطلاق؟ نرجعه ونستخدمه تاني. وده خلى تكلفة الإطلاق عنده أرخص من أي منافس. بعدها قرر يعمل مشروع ستار لينك، آلاف الأقمار الصناعية الصغيرة تغطي العالم إنترنت. النهاردة عنده أكتر من 8000 قمر، أكبر شبكة في تاريخ البشرية. المنافسين بلو أوريجين لسه بتتأخر. أمازون نفسها اضطرت تروح تحجز عنده. سر نجاح سبيس إكس إنها بتعمل كل حاجة بنفسها: تصميم، تصنيع، إطلاق، تكلفة قليلة جدا، قدرة إنتاجية مرعبة، 8 أقمار في اليوم. غير مشروع ستارشيب اللي لو نجح هيخلي أي شحنة تتحرك من أمريكا لليابان في 90 دقيقة بس. من الآخر، سبيس إكس مش مجرد شركة صواريخ، دي بقت أداة أمريكا للسيطرة على الفضاء وسلاح إيلون ماسك الأقوى. والسؤال، ليه العالم كله بيجري ورا وإحنا كعرب قاعدين بنتفرج من بعيد؟